اتأسست العاصمة كمدينة إدارية اقتصادية لمصر لتواكب متغيرات العصر. من هنا بدأت الحكاية، ورسمنا مستقبلنا وخططنا لمدينة للسكن والحياة وريادة الأعمال. حجم التطور والإنجاز مش بس متوقف على المشاريع التابعة للدولة، ولكن شمل ميلاد لشركات جديدة وفتح فرص لرجال الأعمال عشان تثبت نفسها في المجال العقاري. زي ما عرضنا عليكم في 2023 الحياة من العاصمة، كان لازم نعرض لحضراتكم حجم التطور والتنفيذ والإنجاز من أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة. اتأسست العاصمة كمدينة إدارية اقتصادية لمصر لتواكب متغيرات العصر، من قلب الحي المالي على أكبر ميدان أمام البنك المركزي والبورصة المصرية. أمام شارع الرئاسة مباشرة، وتحديداً داخل مقر شركة باراجون. تعتبر شركة باراجون من أكثر الشركات تطور وتنفيذ وإنجاز على أرض الواقع. بدأت أول مشروع ليها في الحي المالي 2020 مبنى إداري بالكامل، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفي أعمال الواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية. مش بس كده، توسعت وطرحت عدد من المباني الإدارية زي باراجون 2 تاني نمرة من محور العاصمة وبجوار بنك القاهرة. ثالث مشروع ليها باراجون 3 على شارع الرئاسة مباشرة، والمشروعين في أعمال الإنشاءات. تعتبر شركة باراجون من الشركات اللي نقدر نستثمر معاها في المستقبل. أنا كنت معاكم أسماء التركي، مدير مبيعات شركة KHL المستشارك العقاري. التطوير، تنفيذ وإنجاز.